أتمنى إن حلمي أنا إن ما يكونش في عائق يقف قصاد إن أنا أنفّذ الquality اللي أنا أقدر أقدّمها للعيان بتاعي، ما يبقاش في أي عائق قصادي إن أنا أنفّذ high quality. لازم الperformance medical service تبقى integrated. إحنا الحمد لله عملنا الكلام ده في فرع إسكندرية، وإحنا إن شاء الله في طور إن إحنا نعمل الكلام ده في فرع القاهرة. نِفْسنا مراكز able تقدر تخدم العيانين في مصر في كل المحافظات. الحمد لله إحنا مغطيين شمال مصر في فروع إسكندرية، إسكندرية في فرع سان ستيفانو وفرع محرم بيه. فرع القاهرة في طور التجهيز. إن شاء الله إحنا دلوقتي موجودين فرع مؤقت في القاهرة، لكن إن شاء الله نعمل الfully integrated service في فرع القاهرة بإذن ربنا. وحلمي أنا كمان إن أنا أقدر ما يبقاش في عائق قصادي إن أنا أعمل الجراحات المتقدمة للمريض. ساعات جدًا، جدًا ارتفاع التكلفة في تكلفة المفاصل أو تكلفة الأنكورز بتُقف عائق قصادنا قصاد المريض، لكن أعتقد إن شاء الله بإذن الله مع دخول التأمين الصحي الشامل مصر الintegrated medical service إن الدولة هتعملها، إن شاء الله هتسهّل لنا جدًا، جدًا القرار، وهتخلّينا تساعدنا إن إحنا نقدّم خدمة طبية مميزة للعيانين بتوعنا. هل دكتور عماد لسه حاسس إن هو في حاجات بيتعلمها؟ إحنا مش هنبطّل تعليم. إحنا أول ما دخلت نيابة الجامعة واشتغلنا 3 سنين في نيابة الجامعة، كنا فاكرين اتعلمنا كل حاجة. بعد ما خلّصنا الماجستير وابتدينا نخش في الدكتوراه، وابتدينا نعترف بقى إن في علم كتير برّه، ابتدينا إن إحنا ما نعرفش حاجة. كل ما إحنا ناخد علم أكتر، هتحسّي إن أنتِ لسه جعانة، جعانة علم. فبنضطر إحنا بقى إيه في حرب، إن إحنا لازم نسافر أمريكا، نسافر فرنسا، نجري ورا الgodfathers بتوع جراحات الكتف وجراحات الركبة، ونعرف الجديد وبنجري ورا العلم وورا التكنولوجي. لإن كل يوم في جديد، كل ما هو في جديد إحنا لازم نجري وراه. فكل ما نعرف أكتر بنعرف إن إحنا لسه مش عارفين حاجة. فإحنا مش هنبطّل تعليم، وما فيش بني آدم هيقدر يبطّل تعليم، وما فيش جراح هيبطّل تعليم، لإن إحنا مش هنبطّل مذاكرة ومش هنبطّل تعليم ومش هنبطّل سفر علشان نقدر ننقل كل ما هو جديد للعيان بتاعنا. يعني مثلًا على سبيل المثال من سنتين كان الPRP أو البلازما هي كانت الإيرا اللي موجودة، وبعد كده بعد سنتين الrecent papers أو الliteratures كلها بتقول إن لأ، البلازما ابتدت تأثيرها يقل. فإحنا خُدي على ذلك بقى كل حاجة، بإنك تستخدم خطافات معيّنة. بعد سنتين طلع الأحدث، كمان 3 شهور في مؤتمر في فرنسا رايحينه هتلاقي أحدث، وهكذا. حلو جدًا، يعني إحنا طول ما إحنا عايشين بنتعلم، إحنا ما مش فيش هنبطّل، مرحلة مش إن إحنا هنبطّل. هنقف ونقول إحنا وصلنا خلاص لقمة التعليم أو إن إحنا خلاص كبرنا على إن إحنا نتعلم، ما فيش الكلام ده. بالعكس، كل ما تكبري تفتكري إن أنتِ بقيتِ أصغر. طب مين مثل حضرتك الأعلى اللي دايمًا بتبُص عليه أو هو واخده بالنسبة لك قدوة مثلًا حابب تمشي بصراحة على النهج أنا بتاعه؟ باحب جدًا، جدًا واخده مثلي الأعلى بروفيسور في فرنسا اسمه باسكال باولو. بروفيسور آه. باسكال باولو أنا اتقابلت معاه، كنت في سان دييجو مقابله، ورُحت عنده في نيس كل سنة. بيعمل مؤتمر جراحات الكتف. حبيت الكتف من طريقته، حبيت قد إيه he's an art إنه فن، و وقد إيه حبيت إن أنا أبقى زيه. وفعلًا كل التكنيكس اللي بيعملها أنا باحب أعملها. و وسنة بعد سنة بنتقابل في مؤتمرات كتير جدًا. وهو حاببني في فرنسا وحاببني في علم جراحات الكتف، لإنه عامل institute shoulder institute في نيس. حتى هو عامل مؤتمر اسمه نيس shoulder course. سنة سنة لأ. فإحنا سواء هو موجود في نيس أو سواء هو موجود في أمريكا، إحنا بنروح معاه نتعلم منه. و وإن شاء الله ننقل كل التكنيكس اللي بتتعمل في فرنسا وفي أمريكا في مراكز able في مصر.